السبب الحقيقي لوفاة أحمد. رفعت لاعب منتخب مصر في البداية. لا تنسى الاشتراك في القناة. رحل عن عالمنا فجر اليوم السبت اللاعب أحمد رفعت جناح فريق مودرن فيوتشر ومنتخب مصر عن عمر ناهز 31 عاما بعد صراع مع المرض على خلفية الأزمة الصحية التي مر بها اللاعب وسقوطه الذي فاجأ الجميع بعد مباراة الاتحاد السكندري في الدوري. واستيقظ الوسط الرياضي المصري صباح اليوم السبت على خبر مفجع بوفاة أحمد رفعت، مع العلم أن اللاعب ظهر خلال أيام قليلة في برنامج الكرة مع فايق على قناة MBC مصر 2 في يونيو الماضي. وأعلنت الصفحة الرسمية لفريق مودرن سبورت عن سبب وفاة أحمد رفعت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرة إلى أن اللاعب توفاه الله إثر تدهور حاد في حالته الصحية. وكان أحمد رفعت قد تعرض لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري قبل عدة شهور تسببت في توقف عضلة القلب ليتم إسعافه بالملعب، وبعدها فقد رفعت الوعي لعدة أيام ثم استعاد وعيه في مارس المنقضي. وتم حجز أحمد رفعت في أحد المستشفيات بالإسكندرية وظل متواجد بها إلى أن عاد للقاهرة بعد أسبوعين من استعادة الوعي. واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية، وغادر المستشفى إبريل الماضي مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي للجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.